كيقولوا باللي الراجل كيتحسب بالأفعال ديالو، ولكن تصور معايا واحد الحاجة غريبة شوية. تصور تقرأ النعي ديالك وانت مازال عايش، وتشوف شنو كيقولوا عليك الناس قبل ما تموت. هادشي وقع بالصح لواحد الراجل، جرايد سماوه تاجر الموت، راجل كيبيع الموت، ولكن اليوم سميته مربوطة بأعلى جائزة في العالم كامل. سميته ألفريد نوبل. راجل كان في نفس الوقت بحال جوج ديال المخلوقات اللي كيبانوا مختلفين ولكن كيجتمعوا فيه بجوج. كاين العقرب، حيوان كيبان خايب وخطير، ديما رافع الديل ديالو وواجد يضرب، ما كنسولوش على النية، كنشوفو غير السم. وكاين حيوان آخر، دودة الحرير، هادي ما كتبانش، كتخدم في الصمت وفي الظلام، وما كتبانش القيمة ديالها حتى كتسالي الخدمة ديالها. ألفريد نوبل كان العقرب ودودة الحرير في نفس الوقت. تزاد في ستوكهولم سنة 1833. تربى في دار ديال المهندسين. باه كان كيصايب المتفجرات من صغره، وهو وسط الخطر، وكيقرأ وكيجرب وكيبغي العلم. تعلم بزاف ديال اللغات ولا مهووس بالكيمياء، وكان مهتم بزاف بسائل خطير بزاف سميتو نيتروغليسيرين. هاد السائل ماشي غير خطير، كان ما كيتحكمش فيه، كيقدر ينفجر في أي لحظة بلا إنذار. نوبل ما كانش باغي غير يجرب، كان باغي يتحكم في الخطر ويدير النظام في الفوضى. عام 1864 وقع انفجار كبير في المختبر ديالو، مات خوه الصغير إيميل، وماتوا ناس اخرين. في ذاك اللحظة العقرب ضرب، ولكن هاد المرة ضرب ناسو، أقرب الناس ليه. أي واحد بلاستو كان غادي يتوقف ويبحد على هاد الطريق، ولكن نوبل كمل، ما بقاش باغي يدمر، بقى باغي يفهم كيفاش يتحكم في هاد القوة الخطيرة بلا ما تخرج عليه. ومن بعد سنين ديال التجارب والخطر نجح، اخترع الديناميت، المتفجرات اللي ممكن يتحكم فيها. الديناميت عاون الناس يحفروا الأنفاق ويخرجوا المعادن ويبنيوا، ولكن قتل الناس كذلك. نوبل ولا غني بزاف، دار الفلوس، سافر، ولكن بقى بوحده، بلا عائلة، بلا راحة. وكان كيآمن بفكرة غريبة، باللي قوة التدمير الكبيرة ديال الديناميت غادي تخلي الناس يخافوا ويوقفوا الحروب. ولكن الواقع ماشي هكا، الحروب ما وقفتش، بالعكس تزادت قوة. عام 1888 مات خوه الكبير، ولكن الجرايد غلطات وقالت نوبل مات، وكتبوا عنوان قاسي بزاف، تاجر الموت مات، الراجل اللي قتل الناس بسرعة. تخيل تقرأ هادشي وانت مازال عايش. في ذاك اللحظة نوبل فاق، شاف الحقيقة، ماشي كيفاش كيشوف راسه، ولكن كيفاش كيشوفوه الناس. ما هربش، ما بررش، ما دار حتى عذر، قرر يبدل المصير ديالو. عام 1895 كتب الوصية ديالو وعطى الثروة كاملة، ماشي لعائلته ولكن للبشرية، باش يتعطاو جوائز اللي كيديروا الخير في العلم وفي الطب وفي الأدب وفي السلام. نوبل ما قدرش يبدل الماضي ديالو، ولكن قدر يختار شنو غادي يخلي من وراه. مات عام 1996 بوحده، ولكن من بعد العالم تبدل بسبب القرار ديالو. كل عام كيتعطاو جوائز نوبل الناس كيعاونوا البشرية، كيعالجوا، كيبدعوا وكيقربوا العالم للسلام. تاجر الموت ولا رمز ديال الحياة ورمز ديال التقدم ورمز ديال الأمل. نرجعوا للعقرب ودودة الحرير، واحد كيبان وواحد كيبان في الآخر. السؤال الحقيقي ماشي شكون كنتي، ولكن شنو اختارتي تخلي من وراك. إلى هاد القصة خلاتك تفكر، بارطاجيها، حيت بعض الأفكار ما كتبدلش في عالم مرة واحدة، ولكن عقل بعقل. ونشوفوا قريب في كرونيك دو موند ريال.